تدخل الدفاع تعود مرة أخرى لفائدة المنتخب الكرواتي، تصل لسويتالو يوسيب يعني تابع على المستوى المردود. حقيقة منتخب زوين وانا مفتخره حيت انهم داروا هذا الشيء، ولكن النتيجه ماشي بزاف. كنا بغيناهم انهم يديروا 2-2 ونديروا بيلانتيات وان شاء الله كانت غتضرب بوطو وتخرج كيف ما قال الكراكي، ولكن داك الشيء ما طراش. ولكن الحمد لله على النتيجه، احنا قابلين بها. احنا مشرفين حيت اننا اول منتخب عربي في افريقيا نوصلوا للدومي فينال. هذا راه فخر واعتزاز لينا بزاف وراه فرحانين بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النتيجه اللي داروا المغرب نتيجه مشرفه، واخا ما ربحوش ولكن الحمد لله وصلنا واحد المستوى اللي هو مشرف للعرب وللافارقه كافه، وحنا فرحانين واخا ما تاهلوش يعني باش يربحوا الكاس ولا يكونوا في المرتبه الثالثه، ولكن الحمد لله هذا انجاز وكنشكرهم بزاف، وشكرا للمغاربه كلشي اللي دعموا المنتخب وحنا فرحانين. السلام عليكم. الماتش هذا النهار كان زوين، لعبوا في واحد المستوى واخا العياء اللي من الماتشات اللي فاتوا. حنا فرحانين بزاف حيت وصلنا لهذا المستوى هذا. كلشي مزيان الحمد لله. المغاربه مشرفيننا دائما الحمد لله. وهذا الباركور اللي داروا الدراري في كاس العالم كله يعني كيشرفنا وديما مشرفنا وديما هزنا لقدام الحمد لله بخير وعلى خير. يعني ما كناش كنتصوروا هادشي نوصلوا ليه، واخا ما ربحناش نيت ولكن الحمد لله رابحين، ديما رابحين الحمد لله. كنشجعهم ودائما المغرب ديما مغرب هي قلتي معايا الحمد لله. حنا ديما ناشطين. اليوم اللي شريت لها هذا وديما المغرب الحمد لله. ايوا تبارك الله على المغاربه، راه لعبوا مزيان تبارك الله عليهم وفرحنا ليهم. الله يرزق ليهم النجاح، واللي كاع كيتمنى حاجه مليحه الله يكمل عليه. وفرحنا ليهم بزاف وجينا من فرنسا راه حضرنا شفنا الماتش ديالهم في اكادير. تبارك الله عليهم، الله يرزق ليهم النجاح. تبعناهم كلهم نجحوا تبارك الله. ايوا الخطره الله يرزق ليهم النجاح، الخطره اخرى ان شاء الله لا يعطي ليهم النجاح وصافي. الله ينصر سيدنا. السلام عليكم. بغيت نقول لكم كما خسرنا كما ربحنا، ولكن كيبقاو وصلوا الاطلس داروا المجهود ديالهم. والحنايا الدوله العربيه بوحدها اللي وصلت للنصف النهائي، هذا الشيء راه شيء عظيم والحمد لله. لاعب فريق بيتس الفرنسي، لاعب الوداد سابقا، لاعب المنتخب الوطني المغربي، يضع الكرة بطريقة ممتازة. حكيم زياش رفع الكرة الرأسية، ما كاينش هناك تسلل بتاتا. أشرف داري. الحقيقة بكل مصداقية.